انت بتقول يحكمكم يقتلكم، لا اقتلنا احسن بقى، اقتلنا، لانك انت مش هتحكمنا تاني، انت مش هتسكتنا تاني، مش هتراهن على صبرنا تاني. احنا خلاص تعبنا، مشينا وراك وصدقناك وانتخبناك وقلنا كل حاجة واستبشرنا فيك خير، وانت كنت جاي بتخلص طار مننا. ايه طارك اللي عندنا وانت بتخلصه؟ ايه طارك في انك تفضحنا وتعري سترنا؟ ايه طارك في انك تموتنا بالحياة وتموت عيالنا وتخلينا ما عندناش امل في بكرة، ولا امل في عيالنا، ولا امل في حاجة؟ تعليم متدني، صحة قرف وخرا وقطران بقرف، عايشين في الصحة وعيا وامراض وزفت. هتعمل فينا ايه؟ ما بياخدش روح الا اللي خالقها. هتيجي تحبسني احبسني، هتيجي تموتني موتني، شوف هتحبس كام واحد بس. وانت بتفكر تموتنا او تحبسنا، موت كل واحد سرقنا وسرق قوتنا وسرق بلدنا وسرق قوت عيالنا من اللي حواليك، واولهم انت. بتبني قصور وعايش في قصور، بيجيلك نوم وانت مشرد ناس في الشوارع ومخلي الناس عايشة مديونة ودينت البلد. ودلوقتي بتدور علينا بتقول كل مواطن يسدد 800 دولار. هنجيبهم لك منين لما انت مش بتأكلنا ولا مخلينا عارفين نشتغل؟ المصانع اللي اتقفلت والناس اللي اتشردت من شغلها ومن بيوتها. ها بتحكم مين؟